مجلة أنزل الفرنسية اللي كانت بتغطي دور الأبطال سنة 86، واللي تصدر فيها جمال عبد الحميد الهداف برصيد 8 أجوال. تصدر عنوان المجلة وكتبت وصفته بأنه صفقة القرن نادي الزمالك، وجنبه 8 كرات. كنا نتمنى طبعا إن هم يكونوا 8 كرات ذهبية، بس حصل خير يعني. كمان في نفس الموسم فاز مع المنتخب أفريقيا، وسنة 87 خد هداف الدوري، واللي بسبب أهدافه نادي الزمالك خد الدوري من الأهلي، لأنهم كانوا متساويين في النقاط، وخدوا الدوري الزمالك بفرق الأهداف. قصة طبعا بدايتها مأساوية بالنسبة للكابتن جمال عبد الحميد بعد ما الأهلي استغنى عنه، وكمان النادي الإسماعيلي رفضه، ثم احتضنه الزمالك ليكتب تاريخ من ذهب. في 10 سنين قعدوا مع الزمالك، طبعا فترة مش قليلة، قدر من خلالها إن هو يدخل نادي المئة ويبقى كابتن مصر في كأس العالم. توج ب10 بطولات، منهم 5 بطولات قارية. سجل مع الزمالك 97 هدف، وسجل مع منتخب مصر 27 هدف. طبعا يعني لو قلنا شكرا للنادي الأهلي على حاجة، فهنقول له شكرا على أعظم صفقة في تاريخ نادي الزمالك، وهو الكابتن جمال عبد الحميد. أخيرا قلنا لك شكرا يا أهلي مرة في حياتك.